السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه السينابون رولز او السينامون. من احلى والذ بقى الوصفات اللي تعمليها كده في دقايق ونتيجتها اكتر من روعه. بجد حاجه كده تحفه. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. بجد فايتك كتير لو انت لسه ما جربتيش وصفه السينابون او لفايف القرفه. بجد شكرا للي اخترع الوصفه دي يا جماعه، حاجه كده تحفه اكتر من روعه. هنعملها مع بعض بعجينه هشه جدا زي القطن ونتيجتها هتطلع رهيبه. بنشتريها غاليه جدا، هنعملها بطريقه سهله جدا ومش مكلفه خالص. يعني ممكن تشتري واحده بس بتمن الصينيه دي كلها. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي بتطلع قمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مكونات العجينه بسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه صعبه. عندي 4 كوبايات من الدقيق، كوبايه من الميه الدافيه، كوبايه من اللبن الرايب، 4 معالق من السكر، ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. في طبق بقى عميق وهنزل كده بالميه الدافيه، الميه تكون دافيه ما تكونش سخنه. عليها معلقه كبيره من الخميره، 4 معالق كبار من السكر. هنقلب بقى كده الخميره عشان تنشط معانا، وهنغطيها وهنسيبها حوالي كده 10 دقايق علشان تتفاعل. وبعد ما سيبنا الخميره حوالي 10 دقايق كده هنزل عليها بقى بقيه المواد السائله، كوبايه من اللبن الرايب. على فكره لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي لبن حليب، بس اللبن الرايب بيديله هشاشه حلوه قوي للعجينه. وعندي هنا ربع كوبايه من الزيت. هنقلب بقى كده المواد كلها مع بعضها ونتاكد ان كله امتزج مع بعضه. عندي بقى هنا المواد الجافه، الدقيق، البيكنج باودر، ورشه ملح كده صغيره خالص علشان تظبط الطعم. وهنقلب بقى المواد الجافه كده مع بعض. عايزه اقول لكم العجينه دي ما شاء الله بتطلع تحفه، وتقدري تعتمديها في حاجات كتيره جدا، معجنات حلوه جدا. هننزل بقى كده بكميه الدقيق وبالمعلقه بقى كده وبقلب الاول. بمزج كده المكونات كلها مع بعض. وهنشيل بقى كده المعلقه وهعجن بايدي. وهتعجني بقى كويس جدا وهتشوفي العجينه معاكي في ايديكي. هتحتاج شويه ميه هتحطي لها، هتحتاج معلقتين من الدقيق، لان طبعا احنا عارفين ومتفقين ان نوع الدقيق بيختلف من مكان لمكان. انا عايزه العجينه مش عايزاها طريه قوي، اهم حاجه هنعجنها كويس جدا جدا علشان تدينا هشاشه حلوه كده اما نسويها. والعجينه هنا لمت معايا، ما احتاجتش اي حاجه. انا هنا استخدمت بس كوبايه من الميه وكوبايه من اللبن الرايب. وهنغطي بقى العجينه كده بكيس بلاستيك وعليه فوطه، وهنسيبها في مكان دافي تخمر. ويلا نعمل مع بعض حشوه السينابون الرهيبه. عندي هنا حوالي 150 جرام من الزبده، وتكون بحراره المطبخ، وتلات ارباع كوبايه من السكر، ومعلقتين كبار كده من القرفه. وانا استخدمت هنا السكر عادي، مش سكر بني ولا اي حاجه، هو السكر الابيض العادي. وقلبتهم بقى كويس جدا مع بعض. وعندي العجينه بعد ما خمرت خدت حوالي نص ساعه لان الجو دلوقتي حر. هنخرج كده منها الهواء ورش دقيق بقى كده على الكوانتر اللي بتشتغلي عليه. وهنفرد بقى العجينه ما شاء الله تحفه جدا، بتتفرد بكل سهوله علشان مخدومه كويس وانتي بتعجنيها، وكمان خمرت وارتاحت كويس جدا. وهتفردي بقى العجينه على شكل كده مستطيل، وانتي بتفردي العجينه بتفرديها من جوه لبره. الزبده بتاعتك طبعا بتكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش في التلاجة علشان ما تقطعش منك العجينه. وهتفرديها بقى كده كويس جدا على العجينه. اهم حاجه ما تسيبيش ولا جزء كده في العجينه من غير ما تحطي عليها زبده. اللايك يا حلوين بقى لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي، ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وهنجيب بقى خليط السكر كده والقرفه اللي عملناه مع بعض، وهنفرده على العجينه. بجد بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، الوصفه لذيذه جدا وسهله ومش مكلفه خالص، ومكوناتها موجوده في كل بيت. وهتفردي بقى القرفه والسكر كويس جدا كده على العجينه، وبمعلقه كده بظهر المعلقه وهتمكسي كده السكر في الزبده علشان ما يقعش من العجينه. وهتلفيها بقى رول. وانتي بتعجني العجينه تراعي العجينه ما تكونش طريه قوي معاكي علشان ما تعذبكيش وانتي بتشتغلي، وتتلفي معاكي كده بسهوله. وانتي بتلفيها كمان تحاولي تضغطي كده علشان ما يكونش فيها فراغات هوا. وهتقفلي بقى العجينه كويس جدا.
وعلى الرخامة بقى، وهتلفيها كده لفتين علشان العجينة كلها تبقى بحجم واحد كده او بارتفاع واحد. حابة بقى تقطعيها بالسكينة، انا هنا استخدمت الخيط. بصراحة الخيط بيكون اسهل وبيدي العجينة شكل حلو قوي، بيخليها شكلها مظبوط. حاولي بقى تقطعيها كده القطع كلها تكون مقاس واحد، علشان لما تسويها تاخد كلها السوا المظبوط. هي سهلة خالص، ما فيهاش اي حاجة صعبة. ما شاء الله تحفة. حاولي بقى تسويها كده بايديكي. في الصينية بقى اللي هتشتغلي بيها، انا بمسحها كده مسحة من الزبدة خفيفة، وهترصيها في الصينية. اهم حاجة هتسيبي مسافة بين كل قطعة والتانية، لانها حجمها بيتضاعف وبتخمر للمرة التانية. هنغطيها بقى بكيس وفوطة، وهنسيبها في مكان دافي تخمر كمان مرة. ويلا نعمل مع بعض الصوص الخطير اللي بيتحط على السينامون. انا هنا استخدمت 8 قطع من الجبنة المثلثات. في طرق كتيرة جدا بقى للصوص ده، بصراحة دي اسهل طريقة انا بعمله بيها. وعندي كده معلقة كبيرة من الزبدة. على فكرة الزبدة هنا اختيارية، بس بتدي طعم حلو قوي للصوص. وعندي هنا كوباية من السكر البودرة. هنخلط بقى كده المكونات كلها مع بعض. هتحسي كده ان هو كتل. ربع كوباية بقى من الحليب، وهتقلبي كويس جدا. وانتي بتقلبي بقى كده هتحسي ان الزبدة خرزت معاكي، ما تقلقيش خالص. ما تنسيش تحطي بقى رشة صغيرة كده من الفانيليا، بتديها ريحة حلوة قوي. بصي هتحسي ان الزبدة كده فصلت معاكي. على حمام مية بقى، وهتحطيها كده حوالي 5 دقايق، بتبقى قوامها تحفة بالشكل اللي انت شايفاه ده. الزبدة بتديها اضافة حلوة جدا وطعم حلو قوي. وعندي بقى هنا السينابون بعد ما اختمر للمرة التانية، ما شاء الله شكله حلو قوي. هنا حجمه تضاعف. الفرن طبعا لازم يكون سخن قبلها. قبل ما تدخلي السينابون هتولعي الفرن مثلا لمدة 10 دقايق. هتحطيه على الرف كده، الرف التاني من تحت، يعني مش هتحطيه على ارضية الفرن مباشرة. واول ما بتحسي ان هو خد لون كده واستوى، بتولعي الشوايه بياخد اللون القمر اللي انت شايفاه ده، وهتسيبيه يهدى شويه حوالي 5 دقايق كده. وبعدين تنزلي عليه بصوص الجبنه الرهيب. وكلي بقى احلى سينابون وادعيلي. ما شاء الله حاجه كده فاخر من الاخر، تحفه بجد. بيفرحني كلامكم الحلو قوي، وبيسعدني اما بتكتبوا لي حاجه حلوه كده في الكومنتات، وهما بتجربوا الوصفات بتاعتي. هنطلع واحده مع بعض كده ونشوفها. ما شاء الله شايفين بقى التوريقه بتاعته، وقد ايه العجينه طريه جدا وهشه زي القطن، وناجحه بقى. لو انتي لسه ما جربتيهوش هتعمليه من اول مره، تحفه ما شاء الله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه بقى بطريقتي، وهستنى رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.